النهارده العميل اللي بيشتري شقه في التجمع الخامس، في حاجه اسمها التجمع السادس، بقت هي دي اللي جايه الفتره اللي جايه، لان اكبر مطورين موجودين في مصر النهارده استحوذوا على قطع اراضي داخل التجمع السادس، من ضمنهم شركه نواصي في مشروعها نست في التجمع السادس. مشروع مهم جدا لانه الكونسبت اللي في الماستر بلان مختلفه خالص، وده اللي عمله المهندس رائف فهمي في المشروع ده. فالمشروع ده كان لازم اجي واصور مشروع نست ونعمل فيديو يوضح ايه المختلف ما بين المشروع ده وما بين باقي المشاريع، سواء في التجمع السادس او في التجمع الخامس او في مستقبل او في العاصمه، لان الاربع مناطق بيعتبروا قريبين جدا من بعض. معايا استاذ محمد جمال سيلز دايركتور في شركه نواصي، هيشرح لنا ليه العميل يشتري في مشروع نست لشركه نواصي، وفي نفس الوقت برضو يعني ادي فكره للعميل اللي بيتفرج علينا عن الشركه، عن الاونرز، عن المطور. وبصراحه الماستر بلان هي اللي خلتني اجي واصور، لانها ما شفتهاش خالص في اي مشروع لحد دلوقتي بالشكل ده. دي حقيقه يا استاذ اسلام. مبدئيا انا بشكر حضرتك جدا على كلامك. اهلا بيك. وحابب طبعا اوضح للعملاء الخاصين بحضرتك ان احنا شركه نواصي تم تاسيسها في شهر 1 2023. الاونر المهندس احمد شديد صاحب شركه انكو مصر، واحده من اهم واكبر شركات المقاولات اللي موجوده بقى لها اكتر من 20 سنه في كارير المقاولات، وهي واحده من الشركات اللي ليها اعمال مهمه جدا مع الدوله. اهمهم طبعا بنتكلم عن القصر الرئاسي في العلمين، جامعه الملك سلمان اللي موجوده على طريق شرم الشيخ على مساحه 25 فدان، بنتكلم عن 30% من الحي الوزاري الموجود في العاصمه الاداريه، وبوابات العاصمه هو اللي وبوابات العاصمه بالظبط كده يا استاذ اسلام، وبيت القران كمان اللي موجود في العاصمه الاداريه. بنتكلم عن شركه بحجم كبير جدا من المقاولات. قرر انه هو يكون مطور، ولكن حابب ان كل مشروع ليه يا استاذ اسلام يكون ليه سيجنتشر ويكون ليه كونسبت مختلف. اول مشروع لينا كان 3 سايد على طريق السويس، ميجا مول شوبينج كبير جدا 23000 متر دايركت على طريق السويس. ده كان شراكه بالظبط كده، شراكه مع شركه حسن علام. والارض دي طبعا الحمد لله النهارده بنتكلم بعد سنه كونستراكشن وصل ل 80% او اكتر من 80%، تسليم بعد سنه بالكامل، برضو بيكون متشطب بالتكييفات لمدخل مهم جدا ولسكان الشروق اكتر من 1000 اسره ما عندهمش ميجا مول بيخدموهم. فكان الكونسيبت بتاعنا ان احنا قدمنا لهم مشروع مهم جدا 3 سايد. تاني مشروع لينا وهو ليه كونسبت وليه فيجن وليه قصه ستوري كده مختلفه يا استاذ اسلام. احنا طبعا مشروعنا 51 فدان نست نيو كايرو، ديزاين باي رائف فهمي. الفكره كلها ان الارض عباره عن لاندسكيبنج بفالي طلع منها الروكس زي ما كان المهندس رائف بيشرح لنا اللي هي العماير. وطبعا فكره ان الارض موجوده على اليفيشنز ومستويات مختلفه خلت لينا شكل خاص ان البيلدينجز كلها سيبريت بيلدينجز، ودي اول مره تتقدم لاندسكيبنج. بكلم حضرتك عن 82% من مساحه الارض لاندسكيبنج. بكلم حضرتك عن فوت برنت 16.3، ودي اول مره كومباوند سكني في التجمع او في مصر بيبني على المساحه دي بالشكل اللي حضرتك شايفه، بالمساحات اللي ما بين كل عماره وعماره. بنتكلم عن اقل مساحه عندي 45 متر، في مساحات عندي بتوصل في الفالي ل 150 متر تمام ما بين العماره واكتر منها. فكره كمان ان انا عملت لحضرتك كونسبت جديد ان يكون عندك كل العماير واخده فيو بشكل مختلف، لان وده اللي انا خدت بالي منه بالظبط ان معظم الوحدات يا محمد يا اما بتبص على فيو هنا يا على فيو هنا، يعني انت ما حرمتش العميل ان هو مش هيبقى الشقه بتاعته مش هتبقى شايفه فيو بالظبط. وده اللي انا شفته في الماستر بلان، ان المهندس رائف فهمي خلى ال يعني المستويات اللي موجوده في الارض هو استغلها بالظبط كده، فبقت بالظبط كده بتخلق من نفسها ليك بقت نقاط قوه بالظبط كده. خلى الفالي اللي موجوده عند حضرتك ده مستر اسلام اللي في السنتر بوينت للكومباوند 90 متر عرض الفالي، بيخرج منها 7 فاليز 7 هيلز 7 طبعا البيلدينجز اللي هو كان بيحكي عنها الكونسيبت بتاعته. خلى العميل هيحس ان هو فعلا عايش جوه وادي في طبعا لاندسكيبنج في امان، عشان كده جه اسم نست. وفي طبعا زي ما بنقول مختلف تماما عن الفيو، لان زي ما بقول لحضرتك انت عندك مثلا لو قلنا على سبيل المثال اليونت دي واخده فيو بالكامل على الووتر ستريم لاخر الكومباوند،
عند حضرتك فيو انفينيتي فيو مفتوح. فكره ان الكلاب هاوس بيكون موجود على اعلى مستوى من مسطح الارض، اللي هو اعلى من التجمع الخامس ب 30 متر. يعني حضرتك وانت موجود في البيلدنج ده انت شايف قدامك هايد بارك. ماشي، انت مين شايف؟ جيرانك هنا؟ انا عندي جيراني من المطورين البيج نيمز، الاسماء اللي طبعا كلنا نعرفها، زي زد طبعا، نجيب سويرس. وعندي كمان مراكز اوريدي هي الميرور بتاعي على الواجهه على الطريق على طول. وعندي كمان لافيستا والكازار، وعندي كمان قريب جدا نيو جيزه. عظيم جدا، يعني اكبر مطورين موجودين في مصر هم اللي حوالين منك اصلا. بالظبط كده. طيب النهارده الشركه بتقدم المشروع ده كل الوحدات متشطبه، ايه السبب برضه؟ والله ده كان عندنا فكر معين، ان احنا شفنا ان كل الماركت بيقدم وحدات السنه اللي فاتت يا استاذ اسلام كلها بدون تشطيب على الطوب الاحمر. فالعميل النهارده لما بيشوف ان طبعا الدولار سعره كل يوم متغير والمواد دي سعرها كل يوم متغير، قلقان طبعا. استاذ اسلام حضرتك لو سالتني الشقه دي بعد 4 سنين ممكن تكلفتها كام، مستحيل انا او حضرتك بالظبط كده او اي مهندس يقدر يرد عليا. فاحنا خليناه يستريح من الحته دي، ان انا بسلم لحضرتك اليونت بتاعتك فولي فينيشد الترا سوبر لوكس باعلى معايير التشطيب اللي موجوده في العقد، اللي حضرتك بتشوفها بنفسك وبتمضي عليها ورئيس مجلس الاداره بيمضي عليها، بسعر النهارده، كأن حضرتك بتشطب شقتك بسعر النهارده. العميل تماما بالظبط كده. حضرتك هتستلم عندي سكاي فيلا، او هتستلم عندي جاردن فيلا، او هتستلم عندي دوبلكس او يونت عاديه متشطبه اعلى تشطيب، بعد 4 سنين تسكن على طول وتعيش في نست نيو كايرو. ندخل بقى في الكلام الكبير. تحت امرك. الاسعار، المساحات، انظمه السداد، ليه العميل يجي ويشتري عندك؟ عشان بفضل الله شركه نواصي بتقدم كومباوند شيك زي ما حضرتك شايف، والزون الاولانيه زون فيها كل التايب. فهمي حاطط بصمه في شكل العمارات في الديزاين، في ان معظم اعتقد ان يعني 90% من الوحدات بيشوفوا فيو حلو. هو الحمد لله اليونت بالكامل كلها بتشوف فيو، لا اما جاردن، لا اما جاردن بارك، لا اما الفالي بالكامل. فانا عندي 100% كل الوحدات شايفه الفيو، لان الحمد لله اللاند سكيمنج 82% زي ما قلت لحضرتك. انا عندي الوحدات كلها يا استاذ اسلام مش 90%، 100% كلها بتشوف فيو. خليني اقول لحضرتك على كمان المساحات. انا عندي خليت العميل يقدر يشوف كل التايبس اللي هو عايزها وهو اللي يختار. عندي 100 متر 1 بيدروم، 100 متر مش 75 متر، تمام. 100 متر 1 بيدروم، وعندي 120 متر لوفت 1 بيدروم، وعندي 2 بيدرومز بتبدا من 135 متر، وعندي 145 متر، وعندي 3 بيدرومز الجوكر طبعا عشان كل واحد بيبقى عايز يجيب شقه 3 غرف كويسه. عامل ليها اكتر من مساحه بالظبط، 4 مساحات يا استاذ اسلام. عندي 157 متر، عندي 165 متر، عندي 180، عندي 200 متر. عظيم قوي. وعندي 4 غرف مع غرفه ناني، دي بتبدا عندي من 245 متر. وعندي المساحات الكبيره سكاي فيلاز بتبدا من 280 متر لحد 340 متر، والبنت هاوسز نفس الموضوع. نسبه التحميل فيهم دي مفاجاه، وده طبعا اللي احنا بنقدمه، ان انا نسبه التحميل عندي من 22 ل 25%، ما بتزيدش عن 25. مستحيل. طب انظمه السداد هنا ايه؟ انظمه السداد قويه جدا. بنقدم طبعا للعملاء ان احنا 5% قسط على 7 سنين، و10% وقسط على 8 سنين. الاستلام بعد 4 سنين. استلام بعد 4 سنين اخر كوارتر في 2028، والمينتنس كمان احنا بنقدمها 8%. طيب بالنسبه بقى اسعار بقى المساحات اللي انت قلتها العميل عايز يسمعها. عندي المساحات بتبدا دلوقتي من 100 متر اسعارها المتوسط بتاعها 6 مليون، وعندي ال 135 متر طبعا بتبدا من 8 مليون متوسط الاسعار بتاعتي، وعندي ال 157 متر لاول مره يا استاذ اسلام 3 غرف متشطبه فولي فينيش 9 مليون ونص. ده ال 157 157 3 غرف 9 مليون ونص. دي شقه موجوده في كومباوند شيك بيقدم لحضرتك تفاصيل كتير جدا، و9 مليون ونص. والسكاي فيلا؟ سكاي فيلا عندي بتبدا من اول 18 مليون ونص، دي 285 متر فولي فينيشد بالكامل حضرتك بتستلمها مني. طيب ايه الفاسيلتيز اللي المطور بيقدمها هنا للعميل؟ ده سؤال كويس جدا جدا يا استاذ اسلام. انا عملت ان انا استفدت. اول حاجه انا عامل للكومباوند كلاب هاوس مخصوص بكل الاحتياجات اللي ممكن عميل بيحتاجها، طبعا من سوشيال ريستوران، وطبعا اماكن كتير، وانفينيتي بول مع كمان انفينيتي فيو. لا انا كمان عملت ان انا جوه الزون اللي حضرتك شايفها دي ممنوع طبعا دخول عربيات خالص، لان انت عايز تعيش جوه الفالي وكانك بجد عايش جوه الطبيعه. كمان عملت في كل زون عملت لحضرتك فاسيلتيز وامينيتيز كتير، من ضمنهم طبعا ان الشباب هنا الكونسيبت بتاع مهندس رائع فهمي قسم ان في طبعا من سن 0 ل 10 سنين هيحتاجوا كيدز اريا، فاحنا عملنا لهم زون للكيدز اريا.
من 10 سنين 20 سنه هيحتاجوا جيم وفتنس والحاجات دي، فعملنا لهم مكان للكروس فيت وللجيم. عملنا لهم كمان ان سن من 30 ل 40 سنه بيحتاج ان ممكن يبقى محتاج يوجا ومحتاج حاجات معينه، او ان يجراف روتس وان يكون عايش شويه جوه الفالي. عملنا لهم برضو مكان لليوجا وللناس اللي بتحب تعمل شويه استجمام. الاسعار دي كلها اسعار طرح اول؟ طرح اول، ودي مفاجاه اللي احنا بنقدمها وفاتحين يعني طبعا لسه زون كويس. المطور ما رفعش السعر؟ احنا لسه فاتحين يا استاذ اسلام من يومين فقط، فاحنا تمام. ستيل لسه في الطرح الاول في السعر اللي مش موجود في التجمع. بكلم حضرتك من 60 ل 65 الف جنيه متشطب. ويعني العميل برضو عايز يعرف هو من هنا للجامعه الامريكيه او لشارع التسعين قد ايه وقت؟ هو انا موجود على امتداد شارع التسعين الجنوبي بجوار هايد بارك على طول. يعني انزل من النفق عندي اطلع بالظبط كده، يبقى ثالث بيني، قطعه على ايدك الشمال. يعني هو بينه وبين الجامعه الامريكيه ما يزيدش عن 7 8 دقائق. انا بكلم حضرتك الماكسيمم 8 دقائق حلو ما بينك وما بين الجامعه الامريكيه. تمام. ده مكان. زي ما بيقولوا كده يا استاذ اسلام، حاجه مهمه جدا، ده النيو جولدن سكوير الاليت، لان كله كومباوندز البيج نيمز. صح. فعشان كده 4800 فدان هم كلهم كومباوندز اليت قوي، النيو جولدن سكوير او تمام. المثلث ما الذهبي. عادش فيه اراضي خلاص في التجمع الخامس. خلاص. طيب ده كان شرح لمشروع من المشاريع اللي انا حابب الماستر بلان بتاعتها بصراحه ما شفتهاش عند اي مطور خالص، انه يبقى عامل العمارات كلها سيبريت. يعني اعتقد ان 100% من الشقق شايفه فيوهات. ان برضو يبقى المطور بيسلم متشطب، دي حاجه كويسه جدا. الديزاين بتاع المهندس رائف فهمي باين واضح جدا، يعني دايما بيبقى له لمسه مختلفه عن المنافسين ليه. اللي مهتم من حضراتكم انه يعرف كل التفاصيل خاصه بمشروع نست او اي مشروع تاني، ويبقى عايز يعرف المقارنه ما بينهم ايه الفرق، يعني تقدر تكلمني دايما على رقمي اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو. بحاول برضو انقل لحضراتكم اهم المطورين اللي موجودين في المعرض. في مطورين كتير موجودين في معرض سيتي سكيب، ولكن بحاول دايما ان العميل اللي بيتابعني انقل له افضل المطورين، مش اي مطور وخلاص. يعني انا دايما بتعامل كفكره الكونسلتنت، اللي هو ببقى عايز اوضح للعميل الفرق ما بين الشركات، ودايما بنحاول نكون بحياديه ما بين المطورين. شكرا جدا يا استاذ محمد. شكرا جدا يا حضرتك اسلام، على شرحك، وشرحك حلو ومن الناس الشاطره جدا. محمد جمال جدا لحضرتك، يعني بيطلب بالاسم من المطورين، لكن هو بصراحه هنا عامل شغل كبير جدا في شركه نواصي، ونتشرف بيك دايما يا محمد. شكرا جدا جدا لحضرتك. شكرا شكرا لك يا استاذ الف شكر جدا ليك.